لان احنا بنفصل الموقع على احتياج الشخص اللي هيعيش زائد اللمسات الجماليه بتاعتنا. السرير كومود يمين كومود شمال، باريزه يمين باريزه شمال. وده اللي بيميزني عن اي شركه ديكور وتشطيبات في مصر. لما تستلم كويس في التأسيس هتصور فيديو حلو في التشطيب. الدش، النت، الكهرباء، كابل الاتش دي، بيت النور، الكيرف، الشياكه الجميل جدا ده اللي عايزه نقاش محترف وبتاع جيبسون بورد محترف. مساء الفل، مع حضراتكم باشمهندس ابانوب مجدي. انا النهارده جاي اسلم موقع معانا استلمته على المحاره وبنسلمه زي ما حضراتكم شايفين. هنا العميل كلمني: يا باشمهندس ابانوب انا عندي موقع في مصر الجديده 140 متر صافي، تعالى ارفع المقاسات. جيت رفعت المقاسات، عملنا طبعا كميه تعديلات معماريه كتيره جدا. هنا كان عندي الحائط دي كانت موجوده، كسرناها وشلناها بالكامل. هنا كان الشباك، الباب قصدي بتاع البلكونه كان صغير معانا بتاع 1.20 متر، كسرناه وفتحناه خليناه كبير جدا عشان يدخل لنا اضاءه طبيعيه ويدخل لنا تهويه. هنا في البلان معايا في المكتب الفني بعد ما رفعت المقاسات وعملت التعديلات المعماريه وتوافق بيها، جينا على طول اتعاقدنا ونزلنا نشتغل. هنا معانا كانت ترابيزه السفره. مهم جدا لما بتيجي تعمل تصميم او تعمل ديكور لازم يبقى عندك فكر. فانا عندي ترابيزه السفره، عملنا حاجه في الديكور او في التصميم اسمها الاتزان المتماثل. الاتزان المتماثل يعني انا لو عملت خط وهمي كده هيبقى عندي الدبل بانوهات والابليك في السنتر والدبل بانوهات والابليك في السنتر. وعملت حاجه اسمها الفوكال بوينت، هي معايا الاستريبات الفيوتك اللي معموله في السنتر بالظبط بين الاباليك والبانوهات وبين الاباليك والبانوهات. هنا اكدت معايا في السقف على البلان اللي هيبقى ترابيزه السفره معايا للدبل الليد بروفايل اللي موجود، وده الشكل الجمالي اللي كان حابه الكلاينت معانا. هنا اللي قاعد معايا وعندي كنبه موجوده متاسسه عند حضراتكم كده هنا بالظبط، وعندي باريزه يمين وباريزه شمال. هنا معايا ادي الكنبه موجوده معايا بالشكل ده. عملت حاجتين، قلت له لو عاوز تحط كنبه تبقى كويسه جدا حلوه جدا هنا، وهنا كده مكاني بالظبط كده في الحيطه الوهميه دي مؤسس في جيبسون بورد للخدمات وللكهرباء لو عايز يعمل الشاشه المحوريه اللي بتلف 360 درجه. هنا اسست له برضه شاشه كمان، مجموعه الشاشه معانا الثلاثه اللي تحت والثلاثه اللي فوق، الكهرباء، الدش والنت، كابل الاتش دي، وهنا معايا الابليك زي ما حضراتكم شايفينه بالشكل ده. ده بالنسبه لمجموعه الشاشه. الكلاينت دلوقتي اللي قاعد على الكنبه اللي قاعد بالشكل ده، عندي الجزئيه دي. طب الجزئيه دي دلوقتي ينفع اللي قاعد او انا جارح معايا الجزئيه دي؟ لا طبعا، ما نبقاش حلينا مشكله وعملنا مشكله اكتر. طب يا باشمهندس اللي احنا عملناه، حضرتك لو بصيت كده هتلاقي معايا عندي حائط عادي خالص معموله ومتجلده خشب زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا عملنا اللمسه الديكور بتاعتنا، المرايه الليد ودي الاناره بتاعتها وتحكم الاناره بتاعتها بالشكل ده. هنا اللي احنا استخدمناه وعملناه زي ما حضراتكم شايفين، ده باب. الباب معايا بيفتح زي ما هو كده وبعد كده بيقفل الباب معايا تاني. مهم جدا ان الباب لا فيه اوكرة ولا فيه ترباس قفل ولا فيه كالون ولا فيه اي حاجه. ليه؟ عشان اللي قاعد ما بينلوش انه ده عندي باب. لمسه ديكور كده معانا من ضمن التعديلات المعماريه اللي احنا عملناها. هنا استخدمت ده البورسلين، ده الارضيه اللي انا استخدمتها معايا هنا دي بورسلين 60 في 120 زي ما حضراتكم شايفين. والثلاث غرف معانا، يعني دي كانت الغرفه الماستر فقط. هنا الغرفه الماستر الواحده عملناها 2 غرفه. هنا الغرفه بتاعه الدكتوره وهنا الغرفه بتاعه الولد. ده بالنسبه لرغبه الكلاينت، لان احنا بنفصل الموقع على احتياج الشخص اللي هيعيش زائد اللمسات الجماليه بتاعتنا زائد الفنيات بتاعتنا زائد ان انا كباشمهندس ديكور متخصص بدي اللمسه بتاعتي في المكان. وده اللي بيميزني عن اي شركه ديكور وتشطيبات في مصر. زي ما حضراتكم شايفين ده المفروض ابواب، ومش التكلفه الباهظه يعني اللي تخليني اعمل ابواب مخفيه وان انا اعمل شغلانه من الله شغلانه يعني. هنا الحمد لله حتى الميزانيه بتاعتنا ما عدتش الارقام الفلكيه. الدهانات اللي عاملينها جوتن بريز زي ما حضراتكم شايفينها معايا. كمان حتى القطاع اليو بي في سي اللي موجود معانا اللي ضد
اللي عازل كويس للصوت وعازل كويس للحراره. وعملته الدبل الجورجيا زي ما حضراتكم شايفين القطاع الكبير اللي موجود ده. هنا لما استلمت الموقع على المحاره استلمت معاه الشباك اللي حضراتكم شايفينه اللي هو الشباك ده. طبعا من رغبه الكلاينت ان احنا نحافظ عليه ونسيبه علشان خاطر هيفضل زي ما هو في الموقع. هنا زي ما قلت لحضراتكم ترابيزه السفره، هنا القعده بتاعه الليفنج روم، فعندي الدبل ليد بروفايل بالسبوت بالنجف بتاعه والدبل الليد بروفايل بالسبوت بالنجف بتاعه. واسست هنا لمجموعه الساوند سيستم، سماعه هنا وسماعه هناك عشان تعمل تشبع كامل للصوت معايا في الجزئيه دي، وسماعه برضه موجوده معايا في الجزئيه دي. ادي عندي الحائط الشياكه الجميله جدا. ادي عندي الباب اللي فتحته. تعالى يا باشمهندس قرب عليا. عندي هنا استخدمت البورسلين شرايح الباركيه، وجه الكلاينت معايا المعرض واخترنا من احدى الشركات الكبيره جدا طبعا اللي اخترنا بيها الديزاين بتاع الشرايح الباركيه ال20 في 120. ده بالنسبه لشرايح الباركيه. تعالى قرب يا باشمهندس. هنا فصلت بين الماتيريال دي والماتيريال الثانيه بالفاصل الاستانلس اللي موجود. تعالى يا باشمهندس. هنا معايا تحكمات، ادي الاناره بتاعتي اللي موجوده معايا، المفاتيح، وادي البريزه اللي موجوده معايا. خش يا باشمهندس. هنا معايا الارضيه بتاعتنا الشرايح الباركيه، اثبت زي ما انت. هنا قفلت معايا الشباك البانوراما بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه، الدبل الجورجيا اللي موجود معايا بالشكل ده. هنا السرير، كومود يمين كومود شمال، عملت السقف كله فلات، وجيت هنا عملت بيت النور. وبيت النور هنا عملته في الثلاث غرف. بيت النور الكيرف الشياكه الجميل جدا ده اللي عايز نقاش محترف وبتاع جيبسون بورد محترف وفوقيهم مهندس ديكور محترف عشان يطلع لي الكيرف الشياكه اللي موجود بالشكل ده. الحمد لله الشغل بيتكلم عن نفسه، الشغل نفسه ظاهر. هنا ادي الجيبسون بورد بيت النور الكيرفات، وعندي النجفه، واسست لبيت الستاره معايا والسبوت لايت اللي موجود معانا بالشكل ده. تعالى يا باشمهندس انت هنا عندي الدولاب هيبقى موجود معايا في الجزئيه دي، في الحائط دي بالكامل. دي الحائط اللي احنا بنيناها وعملناها بالشكل ده وفصلت بين الغرفتين. تمام؟ ده بالنسبه للغرفه الاولى. وادي معايا طبعا مهم جدا الكالون يبقى بليه علشان سهل ان انا افتحه واقفله يرد مع نفسه. ده بالنسبه للباب والغرفه الاولى. بالنسبه للغرفه الثانيه، الخدعه البصريه اللي احنا عملناها العواد الماتل اللي موجوده، الفواصل اللي موجوده معانا بالشكل ده. هنا ادي برضه الغرفه الثانيه اللي بتفتح برضه معانا وبتقفل تصد لوحدها خالص بدون اي حاجه. الباب بعد ما دخلت قفل تاني لوحده ولا في اي حاجه. هنا طبعا الغرفه الشرايح الباركيه ال20 في 120، وطبعا فصلنا بالفاصل الماتل ما بين الماتيريال دي وما بين الماتيريال الثانيه. خش يا باشمهندس. هنا برضه معانا الغرفه زي ما حضراتكم شايفين. ادي عندي كده السرير، كومود يمين كومود شمال، باريزه يمين باريزه شمال. الشباك الدبل جورجيا قصدي اللي معانا عاملينه دبل برضه جورجيا، وعملنا السلك البريسي معانا. لف كده. هنا عندي المكتب، ادي عندي التكييف والصرف بتاع التكييف، وبريزه للمكتب، ومفتاح بتاع التكييف. برضه عملنا نفس الكلام. ادي النجفه اللي في السنتر اللي على ديل السرير، وعندي هنا بيت النور بالليد بتاعها ببيت الستاره بالسبوت لايت اللي موجود معانا. مهم جدا طبعا خليك عندك، مهم جدا طبعا الخط ده، وده اللي انا بستلمه بميزان الليزر. عندي البريزه، مجموعات الاناره، كشاف الطوارئ اللي موجود معانا كلهم على ميزان ليزر. لما تستلم كويس في التاسيس هتصور فيديو حلو في التشطيب. ده الشعار اللي انا بعمله وبمشي معاه بالنسبه للتشطيب بتاعنا. يلا يا باشمهندس. معانا هنا لوحه الخدمات عشان تغذي الدش والداتا والنت لمنطقه الجلوس وللغرفتين وللغرفه الماستر. هنا كان معانا برضو من ضمن التعديلات المعماريه المطبخ الكلوز كيتشن، وعملناه امريكان كيتشن، وعملنا البار الجميل بتاعنا. هنا تحكمات الاناره بتاعت المفتاح على الليد، وعادي عندي السبوت، وده عندي الشفاط اللي موجود في السقف اللي احنا مؤسسينه، وادي هنا معانا التحكم بتاع الساوند سيستم اللي احنا برضه مؤسسينه. باريزه على الواطي، باريزه على العالي للثلاجه،
في وش هنا كده معايا البوتاجاز، باريزه خدمات يمين، باريزه خدمات شمال، باريزه تحت البوتاجاز، وباريزه للشفاط الهود اللي موجود معانا، ومؤسسين لفتحات الكور بتاعته اللي موجوده مع الشفاط اللي احنا مؤسسينه في السقف. وهنا معايا ادي الحوض السخن والبارد والفلتر والكهرباء بتاعه الفلتر والغساله والصرف والباريزه بتاعه الغساله، وخدمات خدمات 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 ده اللف كله في الباكس بلاش. ودي مهم جدا ان انت تزود كهرباء خاصه في المطبخ، لان كل البرايز دي ليها استخدام معانا. مهم طبعا معانا التقسيط بتاع المطبخ معانا ما بين البوتاجاز وما بين الثلاجه وما بين الحوض، وعملنا حققنا مثلث الحركه، ده مهم جدا. هنا معانا الغرفه الماستر، شياكه الغرفه الماستر. طبعا فصلنا بالماتيريال ما بين شرايح الباركيه معانا وما بين الارضيه. عندي الشباك الدبل جورجيا اللي مؤسسينه، ادي عندي السرير، كومود يمين بباريزه، كومود شمال بباريزه، السرير اللي موجود معانا في السنتر اللي في سنتره على طول مجموعه الشاشه، الثلاثه اللي تحت والثلاثه اللي فوق، الدش، النت، الكهرباء، كابل الاتش دي، وهنا معايا الباريزه الخدمات والسلك بتاع المرايه. هنا عملنا حاجتين، الحاجه الاولى عملنا مفتاح ديديكيت على النجفه، هنا انور النجفه او افصل النجفه. وهنا عملنا مفتاح على الدلايات زي ما حضراتكم شايفين. هنا السرير، تعالى يا باشمهندس خش الاوضه، هنا السرير وهنا عندي الدولاب. مهم طبعا بما اني شغال ببلان واضح فانا عارف ان هنا في دولاب، فاديت العمق بتاع الدولاب، وبعد كده البيت النور اللي هيبقى موجود معايا في الفينش. مهم طبعا البريزه، الانارات، كشاف الطوارئ، وادي معايا طبعا ما نسيتش التفاصيل البسيطه دي، الصداده علشان خاطر الاكره ما تخبطش في الحيطه فتبهدل الحيطه بعد كده. تمام؟ ندخل بقى على الشياكه كلها وهي حمام الضيوف. وده كان من رغبتي ومن اختياري مع الكلاينت واحنا في المعرض ان خلينا نختار حمام الضيوف المط. زي ما حضراتكم شايفين البورسلين المط ال60 في 120 الشياكه والجميل جدا. ادي الحمام معايا، هنا معايا ادي وحده الحوض، طبعا تحكمات الاناره معانا بالشكل ده، والشفاط اللي متاسس معانا في السقف، وهنا المرايه التاتش بتاعتنا بالشكل ده، وطبعا الخلاط لحوض الوش، وادي اليونت بتاعه الحوض. هنا الغساله، الحنفيه الغساله، الصرف بتاع الغساله والبريزه بتاعه الغساله. هنا القعده الدفء الجروهي المعلقه، وهنا عندي الشطاف الهاند، وهنا السخن والبارد بتوع السخان، وادي شركه الغاز اللي بتبهدل دايما شغلنا فتحه الكور بتاعتها اللي موجوده هنا، وموجوده الهوايه هنا. طبعا الشبابيك اليو بي في سي، وهنا الفواطه بتاعتنا. خش يا باشمهندس. وطبعا شياكه الصداده اللي احنا مش ناسيينها، كل ده معمول حسابه ومتاسس لها طبعا ومعمول. بعد كده ندخل على الحمام الرئيسي. الحمام الرئيسي معانا زي ما حضراتكم شايفين، عندي ده كان عمود، وعندي هنا كانت الفخده بتاعه السلم جنب السلم، فجنب السلم مدي عمق لجوه، فاستغليت العمق ده وعملت خوارنقات في الحته دي. هنا اسست للحوض مع المرايه التاتش زي ما حضراتكم شايفين، وهنا عندي القعده المعلقه، وهنا عندي الجزء ده كله متاسس للشاور. الشاور معايا طبعا الجريلا بتاعه الشاور مع الميول بتاع الشاور الكبير جدا، في قطع سكوريت هيبقى هنا. وهنا استغليت طبعا ان عملت الخلاط الدفن بتاعي، الهاند شاور، الرين شاور، الصباب اللي موجود معايا بالشكل ده. وانا بوزع الاضاءه بتاعه الحمام جيت حددت منطقه الشاور وعملت 2 سبوت لايت، 2 سبوت لايت قدام، 2 سبوت لايت ورا. الشباك معايا اليو بي في سي، الازاز المتصنفر، وادي عندي هنا الخوارنق الكبير بالليد بتاعه للشامبوهات وللحاجات الاستخدامات دي. وهنا الفواطه اللي موجوده في سنتر الشاور بتاعي، ده بالنسبه للحمام. وطبعا المحبس بتاعنا، وادي القعده المعلقه بالحوض بالتقفيل بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الانارات تمام زي ما حضراتكم برضه شايفين معانا الانارات كل حاجه على مفتاحها معمول حسابها بالكامل. وهنا معانا كشاف الطوارئ معانا بالشكل ده. دي الاعمال اللي تمت معانا في الموقع اللي استلمناه في مصر الجديده على المحاره، والنهارده بنسلم الموقع بتاعنا. هضيف لحضراتكم برضو الفيديو
اللي انا استلمت بيه الموقع، وادي المرحله اللي احنا بنسلم فيها الموقع. وانتظرونا في كل تحدي بامر الله، وكل مشروع وكل موقع بنستلمه لازم نطلع فيه البصمه بتاعتنا، ولازم نعمل الشغل الحلو اللي بيخلينا نبقى اعلى واعلى باذن الله. كان مع حضراتكم باشمهندس ابانوب مجدي، صاحب شركه ديكوريتيف. شكرا.